السادس. الأخبار. مستمعي إذاعة موزايك FM تحية طيبة. قاضي التحقيق الأول بالمكتب 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس يصدر بتاريخ أمس تذكيرا ببطاقة جلب قضائية دولية في حق سهر الرئيس الراحل الأسبق بالحسن طرابلسي. وتتعلق التهم المنسوبة إلى بالحسن طرابلسي باستخلاص موظف عمومي أو شبهة لنفسه أو لغيره لفائدة لا وجه لها والأضرار بالإدارة حسب منطوق الفصل 96 من المجلة الجزائية، فيما يتعلق ملف القضية بمعاملات لأحدى الشركات التي أدارها بالحسن طرابلسي مع وزارة الفلاحة. حادث مرور جدة مساء أمس بالطريق السيارة A1 على مستوى محول المروج يتمثل في انزلاق سيارة نقل جماعي واصطدامها بالحاجز الإسمنتي، يسفر عن تعرض 6 أشخاص لإصابات مختلفة الخطورة، تم على إثرها نقلهم إلى مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس لتلقي الإسعافات وفق ما أكده المتحدث باسم الحماية المدنية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير يفتتح رفقة ماركوس كورنارو سفير الاتحاد الأوروبي بتونس المقر الجديد للمكتب الوطني إيراسموس بلوس بتونس العاصمة، والذي سيوفر فضاءات ملائمة للتدريب والتكوين والتواصل مع شركاء البرنامج والمستفيدين منها والعموم، خاصة الطلبة والشباب والعاملين في المجال الأكاديمي والتربوي. ووفق بلاغ لوزارة التعليم العالي فإن برنامج إيراسموس بلوس الذي انخرطت فيه تونس منذ سنة 14 و2000 يهدف إلى تعزيز التبادل الأكاديمي وتطوير القدرات في مجال التعليم العالي بين دول الاتحاد الأوروبي والدول خارج الاتحاد، وهو موجه لفائدة الطلبة وأساتذة التعليم العالي والمؤسسات الجامعية والشباب بهدف تحسين جودة التعليم العالي. المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقف سيشهد منذ 3 أيام نقصا في أطباء الاختصاص وخاصة طبيب تبنيج وطبيب أشعة، مما سبب تأخيرا في مواعيد المرضى، واضطر إدارة المستشفى إلى تحويل بعض المرضى من الحالات الاستعجالية نحو ولايات مجاورة، وتعود أسباب ذلك إلى انتهاء عقود 4 أطباء أجانب كانوا يعملون بالمستشفى وفق تأكيد مراسلنا في الجهة. في أخبار العالم، استشهاد فلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية مساء أمس خلال اشتباكات ليلية وقعت في منطقة بالضفة الغربية المحتلة تشهد تصاعدا للعنف في الأشهر الأخيرة وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك FM.net، والمشوار يتواصل مع ليندا وباقي فريق برنامج لوماك. إلى اللقاء.